بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بحضراتكم أيها الأحباب داخل الوطن العزيز وخارجه، وأسلم عليكم تحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجددا، متمنيا لكم أيها الأحباب أن تكونوا في أمان الله وحفظه. في البدء يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. بهذه الآية المباركة نبدأ البرنامج ونختتم بها. وكم أنا سعيد جدا أن أطل عليكم عبر هذه القناة المباركة، قناة سلام، مع كوكب من شيوخنا وزملائنا في العمل الإعلامي، فلهم مني عاطر التحايا والشكر الذي يستحقونه وأكثر، خاصة الذين يعملون في الجانب الفني والإخراج، كذلك لشيوخنا الأفاضل جزاهم الله خيرا، أن نطل معهم عبر هذه القناة لنعالج قضايانا الوطنية وقضايانا الفكرية والدينية. برنامج مع اللغة العربية أحيانا يخرج من مساره اللغوي ليدخل إلى لغة أخرى، هي إحدى اللغات الإريترية، اللغة التيغرينية، ولا بد أن نصل إلى أحبابنا والمستمعين بالتيغرينية، ولا سيما أن هذه القناة تعمل بلغتين جاهدة، تعمل من أجل نشر الوعي وتثقيف الناس بأمور دينهم ودنياهم. الحلقة السابقة عزيزي المشاهد كانت باللغة التيغرينية، ردا على أولئك الشوفينيين الذين دائما يتوجهون بالنقد غير البناء وبشيء من ما نرفضه نحن كمواطنين وكمسلمين، ولنا كامل الحقوق والمساواة المطلوبة في الوطن العزيز. كذلك عزيز المشاهد أتقدم بالشكر الجزيل لما أفادنا به فضيلة الشيخ الأستاذ محمد علي سراج الدين، تعقيبا على ما نشر في حلقة من حلقاتنا مع البروف إدريس محمد عثمان أرتع، وقدم رأيه في اللغة وفي مسائل الفقه الإسلامي. مشكورا. إن شاء الله في الحلقة القادمة أستعرض لكم ما تفضل به شيخنا سراج الدين، له عاطر الشكر والامتنان. اليوم عزيز المشاهد وعزيزة المشاهدة أدلف إلى استعراض مقالتين رأيتهما في غاية الأهمية، نشرت في مجلة الوسط الأسترالية، المجلة الإخبارية الدعوية التي أكتب بها في هذه البلاد المباركة أستراليا. مجلة الوسط في عددها رقم 175 في عامها الهجري الجديد 1448 حزيران 2026. وبهذه المناسبة نتقدم بجزيل الشكر والتبريكات الحارة بالعام الهجري الجديد، متمنين دوما أن نكون وأمة الإسلام أكثر وحدة وتعاونا وأخوة. تقدم بلأستاذنا رئيس المجلة ومديرها العام الأستاذ الشاعر الإعلامي فواز شوق، له منا عاطر الشكر والامتنان. وكذلك أحيي الإخوة الفنيين والإداريين العاملين في هذه القناة المباركة قناة سلام، وكذلك أخص الشكر لشيوخنا الأفاضل الذين يجمعنا معهم هذا الهم الوطني والدعوي والدفاع عن الإسلام وتقديمه كدين سماوي، وإن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله أيها الأحباب، أطل عليكم عبر هذه القناة أسبوعيا في برنامج مع اللغة العربية. وسعيد جدا أعزائي المشاهدين نقدم من الصفحة رقم 25: كيف بنى المسلمون الأوائل أول مسجد في مدينة بيرث هنا في أستراليا. ومدينة بيرث هي إحدى المدن الهامة في هذه القارة البعيدة، ذلك من خلال تقرير وتصوير كوراندا سيد. أرفق المقال بعدد من الصور، وإن شاء الله نستعرض لكم جانبا من تلك الصور. أرجو أن تكونوا معنا أيها الأحباب الأفاضل.
نعم عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، هذه صورة لأول مسجد في مدينة بيرث في أستراليا، ويستعرض المقالة ونستعرضها لكم أيها الأحباب كما نشرت في عدد الوسط 175. يقول المقال عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة: خلال الفترة الممتدة من سبعينيات القرن الماضي، القرن التاسع عشر وحتى تسعينياته، كان العديد من الجمال الأفغان والهنود يرتحلون بقوافل الجمال المحملة بالبضائع من المناطق الداخلية الشاسعة من أماكن مثل كولغاردي وكوريرلي وأليس سينجرز وأودانداتا وماري وغيرها، وصولا إلى بيرث، حيث كانوا يفرغون ويفرغون حمولاتهم ويستريحون لعدة أسابيع. ومع مرور الوقت وصل المزيد من الجمالة إلى غرب أستراليا، كما ظهر الباعة المتجولون الهنود والخياطون وأصحاب الأعمال من الهنود الذين استقروا في بيرث. وتستعرض المقالة فتقول، أي نستعرضها لكم هنا أيها الأحباب، في منتصف تسعينيات القرن التاسع عشر تقريبا، اتفقت مجموعة من الرجال المسلمين من خلفيات مختلفة على أن المجتمع الإسلامي المتنامي في بيرث بحاجة إلى مسجد، ليس فقط لخدمة المسلمين في المدينة، بل أيضا لخدمة المسلمين في أنحاء الولاية. وكان من بين هؤلاء الرجال رجل متعلم يدعى حسن موسى خان، الذي وثق هذه العملية بعناية منذ بدايتها. في عام 1895 بذلت جهود للحصول على منحة أرض في مدينة بيرث من حكومة أستراليا الغربية، حيث تقع هذه المدينة في المنطقة الغربية، لكن من دون نجاح. عندها قرروا مستفيدين من تجربة إخوانهم المسلمين في أدلايد أيضا مدينة موجودة في أستراليا في المنطقة الجنوبية، الذين بنوا مسجدا عام 1889. جمعوا الأموال بأنفسهم لشراء عقار يقع في 429.427 شارع ويليام في بيرث. ووفقا لما كتبه موسى خان، العقار مملوك من قبل أمناء يتم تغييرهم من وقت لآخر، وأن الأمناء الحاليون هما السيد فيض محمد والسيد حافظ محمد حيات، وهما تاجران في بيرث. وكان فيض محمد مستوردا ومربيا بارزا للجمال، بينما كان حافظ محمد حيات تاجرا ناجحا في بيرث. ومن خلال حملات تبرع مكثفة شملت مختلف الأوساط المجتمع المسلم، جمع مبلغ 680 جنيه استرلينيا لشراء العقار، كما جمع مبلغ إضافي قدره 1850 جنيه استرلينيا لبناء المسجد، ويعادل ذلك ما يقارب 700 ألف دولار بقيمة اليوم. وكتب موسى خان في مذكراته: أوضح الرئيس أن السيد أنور كاكاد تغيب عن الاجتماع لأنه، وبناء على طلب عدد كبير من الأعضاء، ذهب إلى حقول الذهب لجمع المزيد من الأموال للمسجد، ونأمل أن يعود قريبا بمبلغ كبير يمكن اللجنة من سداد الديون المستحقة على المسجد. وقد أعدت مخططات ومواصفات للمبنى على يد رجل هندي يدعى السيد دين محمد، وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس مدينة بيرث.
ويكتب موسى خان: لا يزال الجزء الخارجي من مبنى المسجد غير مكتمل ويتطلب اهتماما عاجلا، فعلى الجانب الشرقي من المسجد المواجه لشارع ويليام لا تزال هناك حاجة لبناء قاعة المداخل، أي المدخل، وغرف اللجنة والمكتب وغرف القراءة وفقا للمخططات المعتمدة من مجلس مدينة بيرث. كما يجب إنشاء حوض نافورة للوضوء عند أسفل درجات المسجد كما هو مقترح. كذلك يحتاج الجدار الشرقي للمسجد إلى أعمال التلييس، بالإضافة إلى إنشاء شرفة عند المدخل وإكمال الزخارف الخارجية للمبنى، وتتطلب جميع هذه الأعمال نفقات إضافية لا تقل عن 1000 جنيه استرليني. وتتضمن محاضر الاجتماع التالية دليلا على تنوع الجاليات التي ساهمت في جمع التبرعات لبناء المسجد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم. مذكرة اتفاق بين المندوبين وممثلي مختلف الجاليات المحمدية المقيمة في أستراليا الغربية ضمن الكومنولث الأسترالي، وهم الأفغان من الطرف الأول، والهنود بما في ذلك البنجابيون والبنغاليون والسنديون وغيرهم من شعوب الهند من الطرف الثاني، والسادة من الطرف الثالث والبلوش بما في ذلك البراهويون والمقرانيون من الطرف الرابع، والعرب وغيرهم من مختلف الأعراق الإسلامية من الطرف الخامس. وقد وضع حجر الأساس للمسجد يوم الاثنين 13 من نوفمبر 1905 الموافق 15 رمضان 1323 هجرية بحضور عدد من ممثلي المجتمع الإسلامي. وقام جمادار فيض محمد الأفغاني الدوراني بمساعدة حافظ محمد حيات بمراسم وضع حجر الأساس في مكانه. هذا ما وجدناه منشورا أيها الأحباب الكرام في مجلة الوسط الأسترالية التي نستعرض لكم من خلالها في هذا العدد أيها الأحباب ما تحدث به الكاتب عن أول مسجد في مدينة بيرث في المنطقة الغربية. واصل معكم أحبابنا في هذه الحلقة من برنامج مع اللغة العربية من قناة سلام الإعلامية المباركة. كما تعلمون أيها الأحباب، نحن نعيش العام الهجري الجديد 1448 جعله الله هجري، يعني جعله الله عام خير ووحدة ونصرة للمسلمين إن شاء الله. نستعرض لكم أيها الأحباب المقالة التي كتبها الدكتور زياد عقل الحديدي تحت عنوان وقفة مع العام الهجري الجديد. قال في مقالته: جميل من المرء وهو يودع عاما هجريا مضى من عمره ويستقبل عاما جديدا أن يقف مع نفسه وقفة تأمل وتدبر وحساب. أين أخطأ خلال العام المنصرم وفيما أصاب، فيعتبر ويستعد لانطلاقة جديدة مع نفسه ومع الله عز وجل ومع مجتمعه. بداية لا بد من الشكر لله عز وجل الذي أكرمنا بعام هجري جديد، ونحن لا نزال على قيد الحياة، فالحياة هي رأس مال المؤمن، فمن أعظم النعم أن يمد الله في أعمارنا لنتمكن من زيادة الخير والتقرب من الله أكثر، والتوبة واغتنام الأوقات في زيادة رصيد الحسنات في موازيننا. نعم إن شاء الله جميعا أيها المشاهدون الكرام. ويواصل الدكتور زياد عقل مقالته فيقول: وشكر الله على نعمة الحياة يقتضي اغتنامها واستثمارها في طاعة الله والاستقامة على شرعه وخدمة الدين والناس. وقد حثنا الحبيب المصطفى
صلى الله عليه وسلم وآله على ذلك، فقال: اغتنم 5 قبل 5: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. صدق رسول الله. وأول ما يلفت النظر في وقفة التأمل هذه هي السرعة العجيبة التي مضى بها العام المنصرم. فبالأمس كنا نستقبل هذا العام، واليوم نودعه بسرعة فائقة. وصدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حين وصف سرعة انقضاء الأوقات في آخر الزمان الذي نعاصره نحن الآن، حيث قال: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاختراق السعفة. وكفى بمرور الأيام والليالي عظة وعبرة، فما بين الولادة والطفولة والشباب والكهولة تمضي سنوات الحياة في عجالة وكأنها غمضة عين. فأولو الأبصار والعقول النيرة يعلمون يقينا أن هذه الدنيا هي دار ممر وليست دار مقر، فمهما طال العمر فإنه إلى زوال، وبذلك يبقون في تذكر دائم بعيدين عن الغفلة. 354 يوما مرت كمر السحاب، والعاقل من اتعظ. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وهذا الحديث العظيم أصل في قصر الأمل في هذه الحياة، أي الحياة الدنيا، وكأن الإنسان فيها على جناح سفر فهو يتأهب للرحيل. روى الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم قام وتركها. وقال علي الخليفة أمير المؤمنين رضي الله عنه: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وقيل لنوح عليه السلام: كيف وجدت الدنيا؟ قال: كدار لها بابان، دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر. وهو الذي عاش أكثر من 1000 عام. ولا بد من وقفة أيها المشاهد الكريم مع النفس نحاسبها قبل أن يحاسبنا الله سبحانه وتعالى. نعمل جردة حساب وتقييمها صادقا: أين قصرنا في جنب الله؟ أين أخطأنا في حق من له حق علينا من والدين وأرحام وأقارب وأصدقاء وجيران؟ وهذه سمات المؤمنين أهل الفطنة والكياسة. يسأل المرء نفسه ماذا قدم لدينه وأمته، ماذا عمل لنفسه. والمحاسبة أن نضع ميزانا نزن فيه أعمالنا قبل أن توزن علينا. هل أقمنا شعائر الإسلام من واجبات وعبادات على الوجه الأكمل فنفوز في الدنيا والآخرة، أم قصرنا فنسرع إلى تدارك هذا التقصير ومعالجته؟ فلا يكون العبد تقيا حتى يحاسب نفسه من أين مطعمه ومن أين ملبسه. فالمؤمن قوام على نفسه يحاسبها من وقت كيف أمضاه، أي عن وقته كيف أمضاه،
وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وينظر في كتاب أعماله ليرى ماذا سطر فيه، فإن كان خيرا حمد الله وشكره، وإن كان غير ذلك تاب إليه واستغفره. فهل فكرنا عزيز المشاهد يوما ونحن نحاسب أنفسنا كم رفع لنا من الأعمال الصالحة من صلاة وصيام وصدقة وقراءة للقرآن وذكر لله سبحانه وتعالى؟ إنها الأيام تمر وإنه العمر ينقضي. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. رواه الترمذي. أيها الأحباب الكرام، لازلتم مع قناة سلام الإعلامية المباركة وحلقة في برنامجها الأسبوعي، وأستعرض لكم في برنامج مع اللغة العربية ما نشره الدكتور زياد عقل في مجلة الوسط الأسترالية تحت عنوان وقفة مع العام الهجري الجديد، ونستعرض العدد الخاص بالعام الهجري الجديد 1448. نسأل الله يجعله عام خير وبركة ورحمة. نعود إلى المقالة، فيقول الدكتور: ومن أكثر محاسبة نفسه ملك زمامها وخف حسابه عند الله، ومن ترك نفسه على هواها فوجئ بكثرة خطيئاته وزلاته. وقد أشار الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى ذلك فقال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والكيس هو الفهيم اللبيب الفطن الذكي الذي يحاسب نفسه في الدنيا فيؤدبها ويؤنبها ويذكرها ويرشدها ويلجمها بلجام الحق ويعقلها بعقال التقوى ويخوفها من الله عز وجل ويذكرها بأهوال يوم القيامة. أما العاجز فهو السلبي الأحمق من اتبع هواه وترك نفسه على هواها وتمنى على الله فقال إن الله غفور رحيم، ونسي أن الله شديد العقاب كذلك. ثم علينا أن نبدأ مرحلة الاستعداد والتهيؤ لرحلة العودة إلى الله. وكما يقول العالم الجليل ابن القيم رحمه الله في كتاباته: العبد من حيث استقرت قدمه في هذه الدنيا فهو مسافر إلى ربه، ومدة سفره هي عمره، والأيام والليالي مراحل، فلا يزال يطويها حتى ينتهي السفر. فاللبيب عزيز المشاهد من انتظر نهاية حياته فأتقن فن العيش في هذه الحياة وأحسن فن الممات، وتفكر في رسم لحظات الوفاة، وتدبر في مواقف العودة إلى الله، واجتهد في الاستعداد ليوم اللقاء، وتزود من خير زاد وهو التقوى، فالموت يأتي فجأة دون سابق إنذار. فكم ودعنا خلال العام المنصرم من أحبة، وكم جنازة حملناها إلى القبور. أما آن لنا أن نستعد ليوم نكون فيه محمولين لا حاملين، مدفونين لا دافنين. فلا بد أن نعد أنفسنا للأمر عدته، ونتأهب للموت وشدته. قال المولى عز وجل: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سورة الجمعة الآية 8. قال الفضيل ابن عياض رضي الله عنه ورحمه الله لرجل: كم أتى عليك؟ قال 60 سنة. قال له: أنت منذ 60 سنة تسير إلى ربك، يوشك
أن تبلغ. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الفضيل: من علم أنه لله عبد وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف وأنه مسؤول، فليعد للمساءلة جوابا، أي المسألة جوابا. فقال له الرجل: فما الحيلة؟ قال: يسيرة. قال: وما هي؟ قال: تحسن فيما بقى فيغفر لك ما مضى، فإنك إن أسأت فيما بقى أخذت بما مضى وما بقي. بعد ذلك أو بعد كل هذا يختم الدكتور زياد عقل مقالته التي هي في غاية الأهمية. يقول في الفقرة الأخيرة: بعد كل هذا التأمل والتدبر على المسلم أن يعزم عزما أكيدا على التغيير نحو الأفضل والأحسن، إلى زيادة الطاعات والانتقال إلى مرحلة أعلى وأسمى في السعي إلى كسب رضا الله عز وجل. وكل عام وأنتم بخير. كان ذلك عزيز المشاهد مقالة في غاية الأهمية وفيها كثير من العبر، كانت في الصفحة رقم 26 من عدد الوسط الأسترالي، وكانت بمناسبة العام الهجري الجديد 1448 بقلم الدكتور زياد عقل الحديدي. أيها الأحباب، واصل معكم هذه الحلقة في برنامج مع اللغة العربية. وقد نشرت القصيدة التي تلوتها عليكم كذلك ما كان لم يكن في احتفالاتنا بعيد الاستقلال. نشرتها للتوثيق، استقلال الإريتريا أعني، نشرتها للتوثيق فيما أراه. أخيرا عزيزي المشاهد، استعرض لكم قصة اعتماد التقويم الهجري بقلم الأستاذ أحمد الجنابي. التقويم الهجري يقول: هو تقويم قمري استخدمه العرب قبل الإسلام بقرون، لكن أسماء أشهره وترتيبها تعددت حسب ما رأته كل قبيلة، وقد تسبب ذلك التباين بمشاكل في توقيت الحج إلى الكعبة، وهي ممارسة كان العرب يحرصون على القيام بها بشكل دوري، فتداعى زعماؤهم لتوحيد أسماء الأشهر العربية وترتيبها. احتضنت مكة عام 412 للميلاد اجتماعا ضم سادة قبائل العرب لتوحيد أسماء أشهر التقويم، وعقد الاجتماع في حياة كلاب ابن مرة خامس جد المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويعتمد التقويم العربي الذي أصبح فيما بعد التقويم الهجري الإسلامي على حركة القمر، ولذلك يصنف على أنه تقويم قمري. اعتمد المسلمون عزيز المشاهد التقويم العربي ليكون تقويم الدولة الإسلامية، ونظرا لاعتماده الهجرة النبوية الشريفة بداية له فقد سمي بالتقويم الهجري. وقد اعتمد بعد 2.5 السنة من خلافة الخليفة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في ربيع الأول من عام 16 للهجرة، وكان يوم المحرم الأول من شهر المحرم من عام 17 للهجرة، بداية أول سنة هجرية بعد اعتماد التقويم الهجري. وفي ذات الصفحة نشرت المجلة معاني أسماء أشهر التقويم الهجري. لا بد عزيز المشاهد نحن كمسلمين أن نعرف ماذا تعني هذه الأشهر 12. المحرم الذي يبدأ به العام مثل شهر يناير في التقويم الميلادي. المحرم الحرام، وهو أول شهور السنة الهجرية، ومن الأشهر الحرم سمي المحرم لأن العرب قبل الإسلام
كانوا يحرمون فيه القتال. الشهر الثاني هو صفر، سمي صفرا لأن ديار العرب كانت تصفر أي تخلو من أهلها فيه للحرب، وقيل لأن العرب كانوا يغزون فيه القبائل فيتركون من لقوا صفر المتاع. الشهر الثالث ربيع الأول، سمي بذلك لأن تسميته جاءت في الربيع فلزمه ذلك الاسم. ربيع الآخر سمي بذلك لأنه تبع الشهر المسمى بربيع الأول. جمادى الأولى كانت تسمى قبل الإسلام باسم جمادى خمسة، وسميت جمادى لوقوعها في الشتاء وقت التسمية حيث جمد الماء وهي مؤنثة اللفظ. جمادى الآخرة سمي بذلك لأنه تبع الشهر المسمى بجمادى الأولى. ثم يأتي شهر رجب وهو من الأشهر الحرم، سمي رجبا لأنه من الأشهر الحرم، وكانت العرب ترجب رماحها فيه أي تنزع النصل من الرمح وتكف الناس عن القتال، وقيل رجب أي التوقف عن القتال. ثم يأتي شعبان لأنه شعب بين رجب ورمضان، وقيل سمي شعبان لأن الناس تتفرق فيه ويتشبعون طلبا للماء. وهنالك رأي يقول إنه سمي شعبان لأن العرب كانوا يتشعبون فيه ويفترقون للحرب بعد قعودهم عنها في شهر رجب. ثم يأتي شهر رمضان الكريم وهو شهر الصوم عند المسلمين، سمي بذلك لرموض الحر وشدة وقع الشمس فيه وقت تسميته، حيث كانت الفترة التي سمي فيها بذلك شديدة الحر. وماذا عن شوال وهو الشهر الذي يقع فيه عيد الفطر المبارك، وسمي بذلك لشولان النوق فيه بأذنابها إذا حملت أي هزلت وجف لبنها، فيقال تشولت الإبل أي هزلت وجف لبنها. ثم ذو القعدة وهو من الأشهر الحرم، سمي ذلك العقدة لأنه أول أشهر الحرم وفيه تقعد الناس أي تقعد الناس عن الحرب. ذو الحجة وفي موسم الحج وعيد الأضحى ومن الأشهر الحرم، وسمي بذلك لأن العرب قبل الإسلام يذهبون للحج في هذا الشهر، ونظرا لاعتماد التقويم الهجري على حركة القمر فإن السنة الهجرية تتقدم كل عام ب11 يوما، لذلك فإن الأشهر الهجرية قد تقع في مواسم تختلف عن المواسم التي سميت بها وقت اعتمادها. المصدر الجزيرة كما نشرته مجلة الوسط الأسترالية في الصفحة رقم 30 من عددها في السنة الهجرية 1448. أحبابنا في كل مكان، أمامنا وإياكم بضع دقائق ربما أقرأ عليكم شيئا مما كتبه الشعراء طالما نحن في حلقة من برنامج مع اللغة العربية عن العام الهجري الجديد. فابقوا معنا أيها الأحباب، وهذه قناة سلام الإعلامية المباركة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. واصل معكم الحديث أيها الأحباب في كل مكان، وما تبقى من دقائق سنختمها، تلك الدقائق سنختم بأبيات من الشعر الجميل. دخلت إلى المكتبة الإلكترونية وسررت أيما سرور عندما شاهدت عيناي أول قصيدة لشاعر النيل حافظ إبراهيم، قصيدة تحية العام الهجري الجديد. نشرت طبعا في زمن
حافظ وأمير الشعراء أحمد شوقي. يقول وهو كان حسن التقديم، كان يتميز عن أمير الشعراء بأدائه الجيد، فنتمنى أن نكون عند حسن ظنه حتى وقد رحل من هذه الدنيا رحمة الله عليه. يقول حافظ إبراهيم، يعني عنده قصيدة مشهورة، اللغة العربية تندب حظها بين أهلها، رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي وناديت قومي فاحتسبت حياتي. قصيدة معبرة جدا، وعبرت عن تراجع اللغة في ذلك الزمن. لو عاش حافظ هذا الزمن الذي تردد فيه اللغة إلى درجات لا أدري ماذا كان سيكتب على هذه المأساة التي نعيشها. لذلك نحن نهتم ببرنامج مع اللغة العربية لنحيي مجدها، على الأقل أن تكون معنا، لأنها هي المفتاح لفهم ديننا الحنيف. يقول حافظ: أطل على الأكوان والخلق تنظر، هلال رآه المسلمون فكبروا، تجلى لهم في صورة زاد حسنها على الدهر حسنا أنها تتكرر، وبشرهم من وجهه وجبينه وغرته والناظرين مبشر، وأذكرهم يوما أعزا محجلا، يوما أغر محجلا عفوا، وذكرهم يوما أغر محجلا، به توج التاريخ والسعد مسفر، وهاجر فيه خير داع إلى الهدى، يحف به من قوة الله عسكر، يماشيه جبريل وتسعى وراءه ملائكة ترعى خطاه وتغفر، بيسراه برهان من الله ساطع، هدى ويمناه الكتاب المطهر، فكان على أبواب مكة ركبه، وفي يثرب أنواره تتفجر، مضى العام ميمون الشهور مباركا، تعدد آثار له وتسطر، مضى غير مهموز، مضى غير مذموم، فإن يذكروا له هنات فطبع الدهر يصفو ويقدر، مضى غير مذموم، فإن يذكروا له هنات فطبع الدهر يصفو ويقدر، وإن قيل أودى بالألوف أجابهم مجيب، لقد أحيا الملايين فانظروا، إذا قيس إحسان امرئ بإساءة فأربى عليها فالإساءة تغفر، ففيه أفاق النائمون وقد أتت عليهم كأهل الكهف في النوم أعصر، وفي عالم الإسلام في كل بقعة له أثر باق وذكر معطر، سلوا الترك عما أدركوا فيه من منن، وما بدلوا في المشرقين وغيروا، فإن لم يقم إلا نيازي وأنور، فقد ملأ الدنيا نيازي وأنور. تواصوا بصبر ثم سلوا من الحجى سيوفا، وجدوا جدهم وتدبروا، فسادوا وشادوا للهلال منازلا على هامها سعد الكواكب ينثر.
تجلى بها عبد الحميد بوجهه على شيعه، والشاه خزيان ينظر. سلام على عبد الحميد وجيشه وأمته، من قام في الشرق منبر. هنالك أقلام وسياسات عن عمد أساءت إلى عبد الحميد، ولذلك حافظ إبراهيم يوفيه حقه. سلوا الفرس عن ذكرى أياديه عندهم، فقد كان فيه الفرس عميا فأبصروا. جلى لهم وجه الحياة فشاقهم، فباتوا على أبوابها وتجمهروا، ينادون أن مني علينا بنظرة وأحيي قلوبا أوشكت تتفطر. كلانا مشوق والسبيل ممهد إلى الوصل، لولا ذلك المتغشمر. أطلي علينا لا تجافي، فإننا بسرك أوفى منه حولا وأقدر. سلام عليكم أمة الفرس، إنكم خليقون أن تحيوا كراما وتفخروا. ولا أقرئ الشاه السلام، فإنه يريق دماء المصلحين ويهدر. وفيه هوى عبد العزيز وعرشه، وأخنى عليه الدهر والأمر مدبر. ولا عجب أن ثل عرش مملك، قوائمه عود ودف ومزهر. فألقى إلى عبد الحفيظ بتاجه، ومر على أدراجه يتعثر. وقام بأمر المسلمين موفق، على عهده مراكش تتحضر. نحن نقرأ القصيدة بتاريخها وأحداثها، لذلك القصائد توثق وتؤرخ. ذاك كان في العهد القديم، ونحن في هذا العصر عندما نكتب القصائد ندخل هذه الدنيا التي كيف تسير شرقها وغربها، كورونا وكأس العالم وهكذا. أعدكم إن شاء الله في الحلقة القادمة سأقرأ عليكم رائية المونديال وعلى أعتابه. ورائية المونديال لم تكن مجرد قصيدة شاهدت المونديال أقيم في بلد عربي إسلامي، ولكنني نظرت إليها نظرة متأملة، فعملت فيها التاريخ والواقع والمستقبل، كما يكتب كل الشعراء المجيدون والحمد لله من قبل ومن بعد. فهذا حافظ إبراهيم، ونحن نستعرض ما كان يظهر من سياسة واقتصاد ودين وهكذا. فيقول: وفي دولة الأفغان كانت شهوره وأيامه بالسعد واليمن تزهر. أقام بها والعود ريان أخضر، وفارقها والعود فينان مثمر. وعوذها بالله من شر طامع، إذا ما رمى إدواردو أو راش فقيصر. وفيه نمت في الهند للعلم نهضة، أرى تحتها سيرا خفيا سيظهر. فتجري إلى العلياء والمجد شوطها، ويخضب فيها كل جدب وينظر. وفيه بدت في أفق جاوة لمعة، أضاءت لأهليها السبيل فكبروا. فيا ليته أولى الجزائر منة، تفك لها تلك القيود وتكسر. وفي تونس الخضراء يا ليته بنى له أثرا في لوحة الدهر يذكر. وفيه سرت في مصر روح جديدة مباركة من غيرة تتسعر. خبت زمنا حتى توهمت أنها خبت زمنا حتى توهمت أنها تجافت عن الإيراء، لولا كرومر القائد الإنجليزي تصدى فأوراها، وهيهات أن يرى سبيلا إلى إقمادها. وهي
تزفر مضى زمن التنويم يا نيل وانقضى، ففي مصر أيقاظ على مصر تسهر. يا سلام يا أخي. وقد كان مورفين الدهاء مخدرا، فأصبح في أعصابنا يتخدر. شعرنا بحاجات الحياة، فإن ونت عزائمنا عن نيلها كيف نعذر. شعرنا وأحسسنا وباتت نفوسنا من العيش إلا في ذرى العز تسخر. إذا الله أحيا أمة لن يردها إلى الموت قهار ولا متجبر. والله أقرأ هذه القصيدة لأول مرة، لم أقرأها من قبل، وأنا أحب أن أقرأ القصيدة حتى أعيش دهشتها، ولذلك تتعثر الكلمات أحيانا، وليس في ذلك حرج. إذا ما أسأنا نعود إلى البيت فنحسن قراءته. يقول: شعرنا وأحسسنا وباتت نفوسنا من العيش إلا في ذرى العز تسخر. إذا الله أحيا أمة لن يردها إلى الموت قهار ولا متجبر. رجال الغد المأمول إنا بحاجة إلى قادة تبني وشعب يعمر. رجال الغد المأمول إنا بحاجة إلى عالم يدعو وداع يذكر. رجال الغد المأمول إنا بحاجة إلى عالم يدري وعلم يقرر. رجال الغد المأمول إنا بحاجة إلى حكمة تملى وكف تحرر. رجال الغد المأمول إنا بحاجة إليكم فسدوا النقص فينا وشمروا. شوف الشعر الجميل ده عندما يكون صدق فراج الطيب عندما يقول: أسمعونا من شعر الرجال. هذا شعر الرجال. يقول: رجال الغد المأمول إنا بحاجة إليكم فسدوا النقص فينا وشمروا. رجال الغد المأمول لا تتركوا غدا يمر مرور الأمس والعيش أغبر. رجال الغد المأمول إن بلادكم تناشدكم بالله أن تتذكروا. عليكم حقوق للبلاد أجلها تعهد روض العلم فالروض مقفر. قصارى منى أوطانكم أن ترى لكم يدا تبتني مجدا ورأسا يفكر. فكونوا رجالا عاملين أعزة وصونوا حمى أوطانكم وتحرروا. ويا طالب الدستور لا تسكنوا ولا تبيتوا على يأس ولا تتضجروا. أعيدوا له صدر المكان فإنني أراه على أبوابكم يتخطر. فلا تنطقوا إلا صوابا فإنني أخاف عليكم أن يقال تهور. فما ضاع حق لم ينم عنه أهله ولا ناله في العالمين مقصر. لقد ظفر الأتراك عدلا يسوسهم ونحن على الآثار لا شك ننظر. لقد ظفر الأتراك عدلا بسؤلهم ونحن على الآثار لا شك نظفر. هم لهم العام القديم مقدر ونحن على الآثار لا شك نظفر. ثقوا بالأمير القائم اليوم إنه بكم وبما ترجون أدرى وأخبر. فلا زال محروس الأريكة جالسا على عرش وادي النيل ينهى ويأمر. هكذا هم الشعراء. رحم الله حافظ إبراهيم شاعر النيل. أنا والله سعيد جدا أن أختم هذه الحلقة الخاصة بالعام الهجري لقصيدة طويلة لأمير الشعراء عفوا لشاعر النيل حافظ إبراهيم. يعني أحمد شوقي أمير الشعراء كانت له فتوحات كثيرة وله قصائد جمة في العام الهجري الجديد. إن شاء الله إذا لم نستطع إكمال قصيدتنا وتنتهي ويكون عندنا فراغ ربما نقرأ شيئا من ما كتبه أمير الشعراء أحمد شوقي. أيها السادة والسيدات، هكذا أطوي معكم حلقة هذا اليوم.
والأسبوع في برنامج مع اللغة العربية من قناة سلام الإعلامية المباركة. كنت معكم في الإعداد والتقديم محدثكم أحمد شريف. شكري لكم وشكرا لله أولا وأخيرا، وشكري كذلك موصول إلى الطاقم الفني وشيوخنا الأفاضل العلماء الأجلاء، وهم يعملون ليل نهار لتنوير هذه الأمة. أيها الأحباب الكرام، يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، صدق الله العظيم. ويقول الشاعر العربي الطيب السراج رحمة الله عليه: الحي حي من حياة لسانه فإذا أبيد من اللسان أبيد. سنأتي يوما إن شاء الله نفتح صفحة حلقة كاملة عن الطيب السراج. أنا أعد لها إعدادا جيدا إن شاء الله، وسنقرأ عليكم قصيدة التجديد، قصيدة التجديد التي ورد فيها هذا البيت: الحي حي من حياة لسانه فإذا أبيد من اللسان أبيد. أحبابي الكرام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للقاء بكم في الأسبوع القادم مع رائية المونديال، تذكيرا وتوثيقا للأحداث كذلك ما كتبناه قبل 4 أعوام، ومرفوقة بقراءة نقدية كاملة للدكتور حامد حالفة. إن شاء الله يحالفنا الحظ أن أقرأ عليكم النقد الكامل الذي كتبه على الرائية. حتى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.